بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النهاردة هنبدأ كورس الشبكات فعلا. أول حاجة هناخدها في كورس الشبكات اللي هو CCNA ال OSI موديل. طيب عايزين الأول نعرف ايه هو الموديل وايه هو البروتوكول. المودلز او الموديل بترجمتها كعربي هو نموذج. طيب ايه هي النموذج ده زي حاجة متفق عليها، زي المنظمات اللي بتبقى غير ربحية، زي الاي اي اي والاي تي يو والايزو والاي ان. طيب المنظمات ديت بتبدأ انها تصدر موديلز زي الاو اس اي موديل. الموديل دوت حاجة كده زي ان انا وانت وكل الناس اللي بتستخدم النتورك لازم يكون متفقين على بروتوكول معينة او موديل معينة، بحيث ان احنا نقدر نشتغل مع بعض. طيب دلوقتي لو انت جيت مثلا عايز تكون نتورك، رحت جبت مثلا سويتش مثلا من سيسكو، ورحت جبت راوتر من ديل مثلا، رحت جبت سيرفر من حتة تاني، وبدأت انت تركبهم مع بعض. هل هو دلوقتي هيقدر يعمل نتورك او هتبقى متوفقة مع بعضها؟ لا، هتقابل مشاكل كتير. فانا لازم اكون متفق على موديل معين. طيب الموديل دوت بقى الاو اس اي موديل ده اللي هو بيتكون من 7 لايرز. ايه هم السبعة لايرز دولت؟ اول لاير 1 هي الفيزيكال، لاير 2 هي الداتا لينك، لاير 3 هي النتورك، لاير 4 ترانسبورت، لاير 5 السيشن، لاير 6 برزنتيشن، لاير 7 ابليكيشن. طيب الترتيب بتاع اللايرز لازم تبقى حافظه، لازم تبقى عارف. لما اقول لك النتورك تقول لي لاير 3، اقول لك ترانسبورت تقول لي لاير 4، اقول لك الابليكيشن تقول لي لاير 7. يبقى انت لازم تبقى عارف كل لاير ديت عبارة عن ايه. طيب طبعا هنقدر برضو ان احنا هناخد البروتوكولز زي الاي بي ادرس، الفريم، الباكيتس والكابل. طيب كل حاجة من الحاجات ديت هناخدها بالتفصيل. وبعد كده في التي سي بي اي بي موديل دوت برضو زي الاو اس اي موديل، بس تم الاختلاف شوية. يعني بدل اللي هم اللاير 7 واللاير 6 واللاير 5 اللي هم الابليكيشن والبرزنتيشن والسيشن، لا هو شالهم وحط مكانهم لاير اسمها الابليكيشن اللي هي دي. تمام. وبعد كده جه ترانسبورت قال لك لا انا هسيبها زي ما هي ترانسبورت لاير. طيب جه بقى على النتورك، على النتورك والداتا لينك، لا شالهم وحط مكانهم الانترنت لاير. طيب جه على الفيزيكال قال لك لا ده نتورك انترفيس لاير. تمام. طيب هنبدا كده هنبدا زي مقدمه على الاو اس اي موديل. الاو اس اي موديل هو اوبن سيستمز انتر كونكشن. تمام. الاو اس اي موديل اختصار للاوبن سيستمز انتر كونكشن. طبعا بيتكون من انترناشونال ستاندرد اورجانيزيشن، او اللي تم انشاء عن طريق انترناشونال ستاندردز اورجانيزيشن اللي هي مؤسسه الايزو. تمام. بيقول لك هنا ان هو في فريم ورك وريفرنس موديل، ان هو زي مرجع، حاجه متفق عليها ما بين الناس كلها، بحيث ان احنا نبقى كلنا ماشيين على الحاجه دي. طيب ايه هو الاو اس اي موديل؟ الاو اس اي موديل زي ما احنا شايفين في 7 لايرز. طيب ال7 لايرز دولت بالترتيب، لو انت ماشي من 7 لحد 1 زي ما احنا ماشيين كده، انت كده دلوقتي بقيت السورس. طيب تعال نروح نقول ايه هو السورس وايه هو الديستنيشن. لو انت مثلا رايح تفتح جوجل، كتبت google.com، يبقى انت كده في الحالة ديت وضغطت انت السورس وهو الديستنيشن. ليه؟ انا بعت ريكوست، انت بعت ريكوست من جهازك لجوجل، بتقول له انا عايز صفحة جوجل. طيب لما جوجل يجي يبعت لك صفحة جوجل، يبقى هو السورس وانت الديستنيشن. طيب لو انا دلوقتي السورس وانا طالع مثلا من عندي مسج ببعت على الواتساب، طيب يبقى الابليكيشن، يبقى انت دلوقتي في مرحله الابليكيشن لحد ما يوصل للسلك ويبقى في الفيزيكال.
طيب الريكوست ماشي في السلك لحد ما يوصل لشركة ايه، لشركة ميتا. السلك عندهم هو داخل على السيرفر بتاعهم، يبقى هو لسه داخل في السلك، هو داخل على السيرفر، يبقى هو في الفيزيكال وهيوصل لحد الابليكيشن. يبقى لو انا سورس يبقى انا ببدا من ابليكيشن لحد الفيزيكال. طب لو انا ديستنيشن، انا جاي لي مثلا جوجل مثلا بعتلي الريكوست يا السورس، وانا ديستنيشن بعتلي قصدي الريسبونس، يبقى جوجل جايه بترد عليا بصفحه جوجل بتبعت لي الريسبونس، ببقى هي السورس وانا الديستنيشن. يبقى انا الريسبونس ده جاي لي هيخش عندي في السلك، هيوصل لحد جوجل يقول لي انت على بورت كام، على بورت كذا، يعرض الايه، يعرض الصفحه بتاعت جوجل. طيب يبقى احنا هنا بنقدر ان هي كل اللايرز ديت شغاله مع بعضها علشان هي تقدر تنقل الداتا. تمام. هنا عشان تقدر انت تحفظ الاو اس اي موديل بالترتيب من توب للباتوم ومن الباتوم للتوب، فايه احنا المفروض نبقى حافظينها يعني. طيب الانكابسوليشن والدي انكابسوليشن، العمليه ديت هتبقى قدام شويه، فانا عايز ان احنا ما نستعجلش، دي هنرجع لها تاني. عايزين ايه نقول برضك ان كل لير الداتا فيها تبقى عباره عن ايه. في اللي هو الابليكيشن والبرزنتيشن والسيشن هنا بتبقى عباره عن داتا، لما بتنزل على الترانسبورت لير بتبقى سيجمنت، بتروح النتورك لير بتبقى باكيت، بتروح الداتا لينك لير بتبقى فريم، بتروح الفيزيكال لير بتبقى بيتس اللي هي 0 و1. طيب ده برضو كنقوله واحنا مع كل واحده. طيب انا عايز ابدا الاول، مش عايز ابدا من الفيزيكال، انا عايز ابدا من الابليكيشن. نبدا ان احنا نطلع فوق واحده واحده. طيب الابليكيشن لاير. طيب بيقول لك هنا ان الابليكيشن لاير بتحتوي على كل البروتوكولز الابليكيشن او السوفت وير او الاوبريتنج سيستم علشان يتصل بالشبكه. طيب الابليكيشن هنا انت عندك هنا في كام بروتوكول؟ في بروتوكولات كتير جدا، ال HTTP، ال HTTPS، وال DNS، وال DHCP، وال SMTP، والبوبس 3، والاي ماب. طيب احنا عايزين كده نفهم كل بروتوكول كده، او طبعا في بروتوكولات تانية كتير جدا، بس احنا ديت من اشهر البروتوكولات. عايزين نعرف كل بروتوكول عبارة عن ايه. ال HTTP اختصار للهايبر تكست ترانسفير بروتوكول. طيب وال HTTPS بقى ايه زيادة ايه سكيور. طيب ال DNS، ال HTTP طبعا اللي هو اللي على اي براوزر عايز تتصفح على جوجل بيفتح بروتوكول ال HTTPS. طيب ال DNS هو الدومين نيم سيرفر او سيرفيس، على حسب، في ناس بتقول كده ناس بتقول كده، الاتنين صح. طيب دوت كده عبارة عن، من اسمه عبارة عن الدليل. يعني انا لو عوزت ان انا اروح اجيب ان انا ادور على او اعمل سيرش على جوجل علشان افتح جوجل، بروح للدي ان اس سيرفر بقول له جوجل ديت الاي بي بتاعها كام، الاي بي ادرس بتاعها كام. طبعا هدرس اي بي ادرس ايه قدام، الاي بي ادرس بتاعها كام، فالدي ان اس سيرفر بيرد عليا بالاي بي ادرس. باخد الاي بي ادرس واروح ان انا ابعت على الاي بي ادرس دوت، فجوجل ترد ايه عليا. طيب الدي اتش سي بي اللي هو الدايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول، الدي اتش سي بي دوت بيبدا ان هو يوزع اي بي على على الكمبيوترز اللي عندنا. انت مثلا داخل الشبكه بتاعتك، فالراوتر تلاقيه يقوم جاي رايح ايه في دي اتش سي بي اوتوماتيك، يدي لك مثلا 192.168.1 مثلا .3، ويدي غيرك .4، ويدي غيرك .10، يبقى كل واحد بياخد اي بي مختلف عن التاني. طيب الاف تي بي
فايل ترانسفير بروتوكول دوت اللي هو المسؤول على الداونلود. لو انت بتنزل فايل مثلا او عايز تنقل فايل من حته لحته يبقى ده فايل ترانسفير بروتوكول. الاس ام تي بي سند ميل ترانسفير قدامنا الاس ام تي بي، يبقى انا برسل ببروتوكول الاس ام تي بي. طيب لو عايز استقبل بروتوكول يبقى بالبوب 3 او بالاي ماب. طب ايه الفرق بين البوب 3 وما بين الاي ماب؟ البوب 3 ان هو بيعمل بيديك الميل الاوريجينال. يعني انا لو مسحت الميل اللي هو اللي انا مستقبله بالبوب 3 يبقى انا كده خلاص ما ايه الميل كده راح. طب لو مسحت الاي ماب بيديني كوبي من الايميل. طيب لو انا مسحت الايميل دوت لا هو موجود فيه نسخة تانية. تمام. طيب نروح ندخل على اللاير 6 وهي البرزنتيشن لاير. البرزنتيشن لاير هنا فيها 3 عمليات هما البرزنتيشن والانكريبشن والكمبريشن او الكمبريشن اللي هو الضغط. طيب عايزين نعرف كل عملية عبارة عن ايه. طبعا البرزنتيشن هي ترانزليشن، هي يعني هي برزنتيشن هي ترانزليشن. تمام. هنروح ايه نشوف كل عملية عبارة عن ايه ونفسرهم واحدة واحدة. طيب هنقول اول حاجة الترانسليشن. الترانسليشن هي البرزنتيشن اللي هي عبارة عن ايه، ان انا بهيئ الملف بتاعي. بهيئه ازاي؟ انت مثلا لما بتيجي تنزل مثلا فيديو بيبقى الاكستنشن بتاعه دوت ام بي 4 او اي اكستنشن تاني، في كذا اكستنشن. تمام. يبقى انا بهيئ الفيديو بتاعي او الملف بتاعي ان هو يبقى مثلا الوورد دوت تي اكس تي، يبقى ده الترانزليشن. تمام. عشان الكمبيوتر ان هو يقدر يفهم يقدر يفهم ان ده فيديو، ويقدر يفهم ان دوت ملف وورد، او يقدر يفهم ده بي دي اف، يبقى لازم الاكستنشن بيبقى مختلف. يبقى انا بظبط الملف بتاعي. طيب الكمبريشن دوت لو انت جاي تنزل مثلا الفيديو دوت هتعوز ان هو يبقى مساحته كبيرة ولا مساحته صغيرة؟ مساحته صغيرة. ليه؟ عشان يبقى خفيف على الشبكة. يبقى انا بدل ما انقل مثلا جيجا لا ده انا بنقل 200 ميجا. يبقى انا ان انا اعمل الداتا اصغر عشان ارسلها، يبقى ميكس داتا سمولر تو سند مور داتا ان سيم اماونت اوف تايم. يبقى انا ايه بقلل الداتا. طيب الانكريبشن في ان انا بشفر الداتا. طبعا ديت كل الموضوع ده طبعا هنستفيد بيه بعد كده. الانكريبشن هو التشفير، ان انا بشفر الداتا بتاعتي علشان احميها من ان حد يسرق، يعمل اتاك على الداتا بتاعتي ويبدأ ان هو يسرقها. طيب هنروح على اللاير 4 لاير 5 واللي هي السيشن لاير اوف او اس اي موديل. السيشن لاير انا عايز بس كده عشان كل الكلام اللي قدامنا دوت نختصره. انت مثلا لو انت مثلا فاتح نون وبتتصفح عايز تشتري حاجة، فرحت مثلا ضفت منتج معين ضفته للسلة. طيب المنتج ده اللي انت ضفته ده لو انت قفلت صفحة نون وبعد كده قفلت جوجل خالص وبعد كده فتحت تاني جوجل، او قفلت الجهاز وفتحت تاني، هتلاقي ان نفس المنتج متضاف. طب ده ليه؟ لان في حاجة اسمها سيشن اتفتحت. لما انت بتفتح نون في سيشن بتتفتح لك. السيشن ديت ايه بتبدأ ان هي تخزن. يبقى انا عملت كذا يبقى ديت بتتخزن. طيب لو انت مثلا على انستا باي فتحت مثلا انستا باي وبعد كده بعد فترة ايه انت سايب انستا باي شغال وايه وما بتلمسش الشاشة، تلاقي بعد فترة بتقفل ليه؟ ديت حماية. ليه؟ لان انت لو انت سايب الانستا باي مفتوح على طول ممكن مثلا التليفون بتاعك يتسرق، حد يقوم جاي واخد التليفون وايه ويبدا ان هو يبعت مثلا فلوس على حسابه. يبقى انا لازم يبقى انا بفتح سيشن وبقفلها على طول. يبقى انا لازم اعمل حاجه اسمها السيشن. طيب هنروح على الترانسبورت لاير، وديت اكتر
لير فيها كلام وفيها شغل، فاحنا عايزين ان احنا نفهمها كويس ونركز فيها قوي قوي قوي. تمام. طيب احنا قلنا في اللير 7 واللير 6 واللير 5 اللي هم الابلكيشن والبرزنتيشن والسيشن، التلات لير دولت الداتا فيهم اسمها داتا. طيب لما انا اجي للترانسبورت، الداتا هنا اسمها سيجمنت. اسمها ايه؟ سيجمنت. طب ليه بقى هي اسمها سيجمنت؟ انا عايز نوضح حاجه. لو انت مثلا انت واخوك مثلا على الراوتر بتاعكم، وفي بي سي 1 وبي سي 2، تمام، وعايزين انتوا الاتنين طبعا بتطلعوا للانترنت، تمام، يبقى انا لما اجي انقل الداتا، هل ان انت مثلا فتحت جوجل وقلت مثلا هاجي انزل فيديو مثلا جيجا، طيب الجيجا دي كده كلها، هل لما اخوك بيجي برضك يدخل وعايز ينزل، هل جوجل بيخليك انت اللي تنزل، او الراوتر بتاعك بيخليك انت تنزل اول الجيجا بتاعتك وبعد كده اخوك يدخل بعدك؟ لا طبعا. لما انت تيجي تدخل مثلا سبقت الاول وبعد كده اخوك ده جه دخل بعدك، طيب يبقى انا لازم ان انا اقدر اوزع. انت ابعت لك سيجمنت من عندك، وابعت لاخوك سيجمنت، ابعت سيجمنت وليك سيجمنت. يبقى الداتا لما بتيجي انت عايز تبعتها بتتقسم ازاي؟ انت مثلا انت معاك فيديو، يبدأ ان هو يتقسم على حسب، يتقسم مثلا قول قسمناه 10 اجزاء. ال10 اجزاء دولت مبيبعتوش كلهم مرة واحدة، لا ده انا ببعت واحد مثلا، واحد من عندي، واحد من عندك، واحد من عند اخوك، بعد كده اروح اخد واحد من عندك، واحد من عند اخوك. يبقى انت لو بتبعت جيجا واخوك بيبعت 100 ميجا، مين اللي هيخلص الاول؟ هو اللي خلص الاول، مع ان انت اللي بادئ الاول. ليه؟ لان انا باخد منك سيجمنت وباخد منه سيجمنت، اخد منك سيجمنت ومنه سيجمنت. يبقى هو هتيجي توصل عند ال 100 ميجا هتلاقيه هو خلص وانت لسه مخلصتش. تمام. طيب ايه اللي بيحصل؟ يبقى انا علشان ان انا ابدا ان انا ابعت الداتا بعمل سيجمنتيشن. يبقى انت بتاخد الداتا اهو تيك فروم هاير ليفل اوف او اس اي موديل اند بريكس انتو سيجمنت، بتروح تقسمها لسيجمنت. العمليه دي بتسمى ايه؟ سيجمنتيشن. تمام. بتاخد العمليه، بتعمل السيجمنت وتاخدها ترسلها للور ليفل لايرز اللي هي الداتا ترانسميشن. تمام. يبقى انا طيب علشان لما انا اجي، انا قلت من شويه لما انا اجي اخد منك سيجمنت ومن اخوك سيجمنت، يبقى انا بعمل عمليه اسمها انكابسوليشن. يبقى انا بعمل عمليه اسمها انكابسوليشن. طيب يبقى انا الانكابسوليشن دي عباره عن ايه؟ انا مثلا جاي عايز ان انا لما ابعت، انا قسمت السيجمنتس، عايز ابعتها هناك. طب هو دلوقتي اللي هيستلمها مني هيعرف ازاي ان دي رقم 1 ودي رقم 3 ودي رقم 5 ودي رقم 2؟ هيعرفهم ازاي؟ يبقى انا لازم بحط هيدر بقول له انا مرسل من الاي بي الفلاني للاي بي الفلاني، اللي هو من السورس للديستنيشن، واللي عليه ده مثلا رقم 1 وده رقم 2 وده رقم 3. كل واحد طبعا بقى فيه اي بي سورس واي بي ديستنيشن، والبورت راح على بورت كام، عشان ما يروحش يوصل الداتا لبورت معين. تبقى انت مثلا فاتح جوجل وفاتح فيسبوك، فيودي يبقى الجوجل على بورت مثلا والفيسبوك على بورت تاني، يودي السيجمنت بتاعتك مثلا اللي هي المفروض تروح على فيسبوك يوديها لجوجل. يبقى عمر الكلام ده ما يحصل. ليه؟ لان كل حاجه مترقمه، ده رايح على بورت كذا. يبقى انا مثلا اكن جواب جاي لك، حد بعت لك جواب مثلا من بره وجاي لك الجواب ده، جاي لك الجواب على العنوان الفلاني، الدور الكذا، الدور ده هو البورت. يبقى انا ببعت على الاي بي الفلاني البورت كذا. تمام. طيب بيقول لك ان انت بعد ما تعمل عمليه الانكابسوليشن هتبعت جوجل مثلا هيبعت الملف مثلا ليك، فانت جهازك لما يوصل له هتعمل دي انكابسوليشن. هتروح ان انت يبقى عمليه الدي انكابسوليشن دي بتبقى فين؟ على الديستنيشن. تمام. طيب برضك قلنا البورت نمبر، الحته دي لسه ذاكرينها دلوقتي. يبقى انا لما اجي فتحت مثلا 4 تاب على جوجل، واحده الايميل، واحده جوجل، واحده فيسبوك، يبقى انا
انا عندي كام كارت شبكه؟ عندي كارت شبكه واحد اللي هو اختصاره NIC، اللي هو ايه؟ نتورك انترفيس كارد. تمام، نتورك انترفيس كارد. طيب بفتح انا كذا تاب. طيب لما انا اجي ابعت الداتا، هل او جوجل تيجي تبعت الداتا، هتبعت الداتا بتاعتك على بورت تاني غير بورت جوجل؟ لا طبعا. تمام، يبقى بيقول لك هنا concerned with the reliability of the transport of sent data. يبقى في عندك هنا في الترانسبورت لاير ايه؟ اتنين بروتوكول، التي سي بي واليو دي بي. بيقول لك هنا في النقطة رقم 2 may use connection oriented protocol such as TCP. الكونكشن اورينتد بروتوكول بيتاكد ان الديستنيشن، يعني انا مثلا انت قسمت الداتا بتاعتك ل10 سيجمنت. لما انا ابعت 1 و2، فلازم لما جوجل مثلا تبعت لك 1 و2، او انت تبعت لزميلك مثلا واتساب مثلا الملف بتاعك، ف1 و2 لازم الجهاز التاني يبعت لي اكنولج، اللي هو الاك، بيأكد لي ان 1 و2 اتبعتوا. انا يقول لك انا بعت لي 1 و2، فتقول له ماشي. تبعت له 3 و4، يقول لك تمام انا بعت لي 3 و4. طب افترضنا مثلا ان هو ما بعتش، ان الجهاز التاني ما اكدليش، اللي هو الاك ما بعتليش اك وقال لي ان 3 و4 اتبعتوا، يبقى 3 و4 ما وصلوش، يبقى انا ابعت تاني 3 و4. طيب تمام. طب لو افترضنا مثلا ان جه بعد 3 و4، جه 5 و6، بعد 5 و6 ما وصلش، فالاك يبعت يقول لك انا اتبعت لي 5. تبقى انت تبقى عارف ان هو اتبعت له 5 بس، مجرد راح بعت له 6 بس، ما تبعتلوش 5. يبقى انت لو هو سقط حاجه مش هتتبعت كلها تاني مره واحده، لا، يبقى انا اشوف ايه اللي اتسقط وابعته تاني. يبقى بيقول لك هنا to ensure destination received segment. تمام. رقم 3 maybe use a connectionless protocol such as اليو دي بي. يبقى في التي سي بي واليو دي بي بيقول لك to send segment without ensure of delivery. يبقى انا ببعت الداتا وانا متاكد، او انا ما بتاكدش without ensure، يبقى انا ما بتاكدش ان الداتا دي وصلت. يبقى الجهاز التاني ما بيعتليش ما بيقوليش ان الرساله وصلت او الداتا بتاعتي وصلت. طيب مثال على التي سي بي وعلى اليو دي بي، مثال صغير عشان ان انت تبدا ان انت تجمع الخطوط مع بعضها. التي سي بي زي الايميل، بيستخدم مع بروتوكولات في البرزنتيشن زي ال HTTPS، ال HTTP وال SMTP وال FTP. ليه؟ يبقى انا لازم اتاكد من الحاجات ديت ان هي وصلت. طب لو ليه؟ يبقى انا بقطع الايميل، بقطعه الى سيجمنت، وابدا ان انا ابعت كل مثلا سيجمنت، واتاكد ان الجهاز التاني يبعت لي يقول لي ان السيجمنت وصلت. ليه؟ لان انا ما ينفعش ان انا الاقي الايميل واصل مثلا 90% منه، مش هينفع. هو كده يبقى انا كده الايميل ناقص. طيب اليو دي بي، لو انا زي الفيديو كول او الفويس كول، لما انت مثلا تيجي ترن على الماسنجر، هل انت محتاج ان كل كلمه تروح، او ان انا مثلا لو انا مثلا بعت لي قال لي الو، فالالو ديت ما وصلتش، هل في مشكله ان الالو دي ما وصلتش؟ لا، مفيش مشكله. يبقى انا هقول له انت بتقول هيقول لك الو تاني، يبقى انت كده وصلت لك الحاجه. طيب يبقى انت في اليو دي بي انت محتاج اكتر السرعه، يبقى في اليو دي بي السرعه اكتر من التي سي بي. التي سي بي عشان بيتاكد ان السيجمنت وصلت، يجي ان هو تلاقي ان في بطء شويه، بس مفيش مشكله لو الايميل وصل بعد دقيقه، بعد 5 دقايق، انا ما عنديش مشكله. بس الصوت والفيديو لازم يوصل في ساعتها، ما ينفعش ان انا اتاخر ثانيتين حتى، لازم الصوت او الفيديو يوصل، او الصوره او الصوت يوصلهم على طول. تمام. هنروح ان احنا ندخل على اللاير النتورك ولسه طبعا الماك. طيب هندخل على اللاير النتورك اللي هي لاير 3. اللاير 3 احنا كده باختصار
هي الاي بي ادرس. الاي بي ادرس. طيب بيقول لك هنا اهو بيقول لك ايه responsible for moving packets. يبقى لما توصل الداتا، لما توصل الترانسبورت هي سيجمنت. طب لما توصل النتورك هي باكتس. الداتا from one end of network to another او to other called end to end communication. طيب نكمل الكلام. requires بتتطلب logic addresses او addresses such as IP address. يبقى انت لما تيجي عايز تبعت باكيت، او انت لما تيجي تقول تقول ما تقولش الداتا دخلت الايه الراوتر، لا، يبقى الراوتر هنا اهو ديفايس اكزامبل اللي هو مين الراوتر، بيبعت الداتا بتاعته بالاي بي ادريسيز. تمام. هنشوف دلوقتي اللاير اللي بعدها اللي هي الداتا لينك اللي هي ايه الماك ادرس، دي بتبقى في السويتش. يبقى هنا بيقول لك ايه routing is the ability of various network devices and their related software to move data packets from source to destination. يبقى عنده القدرة ان هو ينقل ايه اللي ما بين الاجهزة الايه الشبكة. يبقى انا جوه الشبكة بتاعتي end to end. الاند تو اند لو احنا قلنا بصينا فوق كده الباكت from one end of the network to other اللي هو called end to end communication، ان انا الجهاز بتاعك بيسمى اللي هو الاند بوينت. انت جهازك انت الكمبيوتر ليه؟ لان انت تعتبر اخر سلسلة في الشبكة. انت بعدك السويتش وبعد كده الراوتر، قصدي قبلك بقى في سويتش عشان توصل لجوجل مثلا او السيرفر بتاع جوجل، بعد كده الراوتر، بعد كده تبدا ان هو في الفاير وول، وبعد الفاير وول تبدا تطلع بره الشركه بتاعتك تروح لحد ما توصل لحد سيرفر جوجل. طيب يبقى احنا قلنا هنا تمام ان الديفايس بتاعنا هو الراوتر، وهو المسؤول عن الاي بي ادرس. هو الكلمتين الراوتر، ويتم نقل الداتا عن طريق الاي بي ادرس. تمام، اللي هو من from source to destination. طيب هنروح بعد كده الداتا لينك. الداتا لينك layer of OSI model. بيقول لك هي المسؤولة for moving frames from node to node or computer or to computer. النود ديت اللي هي بتبقى الملتقى، يعني اللي هو انت مثلا يعني عبارة زي الراوتر كده. الراوتر يعتبر نود، ان انت متوصل ما بينه او السويتش بتاعك متوصل ما بينه متوصل. النود هنا هو بيوصل هنا السويتش، قصده ليه؟ لان انت بتوصل على السويتش. لو انت طبعا انت البيت بتاعك حاجة والشركة حاجة تانية. انت في البيت بتاعك عندك راوتر صغير كده بيسمى بوينت اكسس. هو دوت مش الراوتر اللي موجود في الشركات، عشان بس تقدر انت تفرق. انت دلوقتي مش بنتكلم على الراوتر بتاع بيتك. هو عموما لما بدون راوتر ده راوتر الشركات اللي هو بيتوصل على السويتش. انت المفروض لو انت ماشي صح يبقى في الراوتر بيتوصل فيه كذا سويتش، والسويتش بيتوصل عليه كذا جهاز كمبيوتر. طيب يبقى بيقول لك يبقى is responsible for moving frames from node to node or computer to computer. تمام. كام موف؟ يبقى احنا هنا قلنا عشان برضك نعيد تاني الحتة دي مهمة. طيب يبقى في اللاير 7 واللاير 6 واللاير 5 اللي هم مين؟ البرزنتيشن، قصدي الابليكيشن، البرزنتيشن والسيشن. التلاتة دولت فيهم الداتا فيهم الداتا ماشية، الداتا زي ما هي لسه. طيب راحت للترانسبورت بقت اسمها سيجمنت عشان في عملية السيجمنتيشن والانكابسوليشن والدي انكابسوليشن. طيب راحت بقى بعد كده النتورك تبقى اسمها فريم، تبقى اسمها باكت. طب راحت للداتا لينك تبقى اسمها فريم. يبقى انا لازم ابقى حافظ. يبقى النتورك باكت، الداتا لينك
فريم، اللي هو مع الاي بي تبقى باكت، مع الماك ادرس تبقى فريم، مع الداتا مع الفيزيكال تبقى بيتس. دي سهله، بيتس 0 1. هي بس حته ان انت تعرف تفرقها، اللي هي ما بين ايه الترانسبورت فيها السيجمنت، وبعد كده النتورك اللي هي رقم 3 اللي هي رقم 3 تبقى باكيتس، وبعد كده في الماك ادرس هتبقى فريم. يبقى زي ما يقول لك ايه موفينج فريمز. طيب بيقول لك كام موف فريمز فروم وان adjacent كمبيوتر تو انذر، ان هو يعني بتنقل من كمبيوتر لكمبيوتر. ما تقدرش ان انت تحرك الفريمز عن طريق الراوتر. ليه؟ احنا قلنا الراوتر دوت اللي هو layer 3 النتورك الاي بي ادرس. يبقى انت بتقدر تنقل الفريمز عن طريق السويتش. طيب الانكابسوليشن الفريم، طيب بيتطلب ماك ادرس اور فيزيكال ادرس. ما هي برضك الماك ادرس هو اسمه برضك فيزيكال ادرس، ده الاسم التاني ليه. طيب protocols defined included ether protocol and point to point protocol، اللي هو السويتش برضك مش زي الراوتر. بس السويتش انت ايه بتوصل جهاز بجهاز، فهو يعتبر الايثر نت، انت بتوصل فيه ايثر نت بروتوكول. تمام.